إغلاق شواطئ مصر وليبيا وتونس والجزائر وكلام عن تسونامي وعاصفة وبرق ورعد في أسوان في عز الحر وموقف بايخ للي ما يتسموا وخضوع تركي آل الشيخ لرغبة المصريين وأزمة محمد صبحي والمتحدة وتطبيل أحمد سعد والهجوم على بيومي فؤاد ووفاة جو بايدن. إيه اللي بيحصل بالظبط؟ انحسار مياه البحر عن الشواطئ المصرية بشكل غريب وإغلاق جميع شواطئ اسكندرية ومطروح وبورسعيد بعد ارتفاع الأمواج وكلام عن تسونامي بعد انتشار توقعات للمشعوذة ليلى عبد اللطيف وعالم الزلازل الهولندي. لكن أحب أطمنكم إن الكلام ده مش صحيح، ومعهد البحوث الفلكية نفى أي نشاط غير طبيعي للزلازل في البحر المتوسط أو قرب حدوث تسونامي، وقال إن انخفاض منسوب المية ظاهرة طبيعية بسبب المد والجزر. بعض الشواطئ فتحت من تاني وما فيش اي مشكله، وحتى لو في احتمال حدوث زلازل فهتكون بمعدلات طبيعيه ان شاء الله. وقف الملاحه في بحيره ناصر وبرق ورعد ومطر وفصل الكهرباء عن ابو سمبل حفاظا على سلامه المواطنين بعد عاصفه مفاجئه وما كانتش ابدا في الحسبان. احمد سعد بيطبل لتركي آل الشيخ وبيقول له كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي، واحنا كسبانين معرفتك وبنكسب ملايين برضو من معرفتك. بعد استياء الجمهور المصري والجدل الكبير اللي تسبب فيه فيلم النونو بتاع احمد حلمي واللي كان هيقدم فيه شخصيه نصاب مصري في موسم الحج، تركي آل الشيخ بيعيد النظر في الفيلم علشان يحافظ على العلاقات المصرية السعودية. موقف كوميدي للي ما يتسموا واللي أطلقوا صاروخ بتكلفة $1,000,000 على سرب طيور غلبانة اعتقادا من أجمد جيش في الدنيا إنها مسيرات من اليمن. وبكل غل النتن بيهد بوابة معبر رفح زي ما انتوا شايفين. هجوم كبير من الجمهور الكويتي على بيومي فؤاد بعد الإعلان عن تقديمه لبرنامج على التلفزيون الكويتي، واللي يقولك أدواره رديئة واللي يقولك في مقاطعة شعبية ليه في مصر فجايبينه لنا احنا في الكويت، واللي بينتقد موقفه من محمد سلام بسبب موسم الرياض. أزمة كبيرة بين الفنان محمد صبحي وشركة المتحدة وتبادل الاتهامات بين الطرفين. محمد صبحي بيقول ان الشركة حذفت مشاهد من مسرحيته عيلة اتعمل لها بلوك، والمتحدة بتنفي الكلام ده وبتقول ان محمد صبحي هو اللي خالف العقد وطلب زيادة 250% وانها مش هتسكت وهتاخد ضده الإجراءات القانونية. وفاة جو بايدن وتوقعات بفوز كاميلا هاريس. انتشرت إشاعات عن وفاة جو بايدن بعد أخبار وصفت موقفه السياسي بالموت بسبب كبر سنه وحالته الصحية والمسلسل اللي عمله ترامب وترشح كاميلا هاريس وتوقعات بفوزها، خصوصا بعد المشهد ده من مسلسل سيمسون المريب وتوقعات ليلى عبد اللطيف. وأخيرا وقبل ما تهني حد ب 23 يوليو لازم تعرف إن مساحة مصر قبل 52 كانت كده وبقت كده. مش بس كده، ده عبد الناصر اتسبب في خسارتنا لتلت مساحة مصر وهي سينا الحبيبة، ويقال ان سهر عبد الناصر كان جاسوس للي ما يتسموا. ده غير ان الدكتور محمد الجوادي رحمة الله عليه بيقول ان الملك فاروق خسر عرشه بسبب دخوله حرب ضد اللي ما يتسموا لإنقاذ في 48، في حين نجح عبد الناصر بسبب التزامه بحماية اللي ما يتسموا. عهد فاروق كان الجنيه الذهب ب 98 قرش والدولار ب 25 قرش، والقاهرة كانت أجمل مدن العالم والموضة كانت بتنزل مصر قبل باريس. يا راجل دي مصر في عهد الملك فاروق كانت مسلفة بريطانيا ما يعادل 29 مليار دولار، وعلى فكرة لسه ما رجعوش ولسه بتقولي ثورة مش انقلاب. وبس كده، دي كانت أهم الأخبار. لايك وفولو لو عجبك الفيديو، شاركني رأيك في التعليقات.